تاونات هي مدينة مغربية كتوقع في الشمال الأوسط للبلاد، تحديدا في منطقة جبال الريف. كتعد عاصمة الإقليم ديال تاونات، تابع إدارية لجهة فاس مكناس. كتميز بتضاريسها الجبلية ووديانها المتدفقة مثل واد ورغا. المناخ ديالها متوسطي، بحيث كيجمع ما بين الاعتدال في الشتاء والحرارة والجفاف في الصيف. كيعتمد السكان ديالها بشكل كبير على الزراعة التقليدية، خصوصا زراعة الزيتون اللي كتعتبر من أهم المنتجات في المنطقة، بالإضافة لتربية المواشي. تاريخيا تاونات موطن للثقافة الجبلية اللي كتميز بتراث غني كيظهر في الموسيقى واللباس التقليدي والحرف اليدوية. وبالرغم من الهدوء ديال المدينة والبعد ديالها على الصخب الحضاري، إلا أنها كتحمل في طياتها واحد الأصالة عميقة وروح فريدة كتعكس ارتباط الإنسان بأرضه. تاونات ماشي غير مدينة، بل هي واحد الرمز للأصالة والجذور العريقة. السكان ديالها معروفين بكرمهم وبساطتهم، بحيث القرى الصغيرة كتشكل واحد المحيط نسيجا اجتماعيا مترابط كيعكس قيم التضامن والجيرة. كتشتهر المنطقة بجمال طبيعتها، بحيث كتزينها أشجار الزيتون الممتدة على مد البصر. كتخللها سدود بحال سد الوحدة اللي كيتعد واحد من أكبر السدود في المغرب، كيوفر المياه ديال السقي والري والحياة للمنطقة كلها. كتمتع تاونات بموقع استراتيجي كيجعلها قريبة من المدن الكبرى بحال فاس وتطوان، ولكنها في الوقت نفسه كتحتفظ بالعزلة ديالها الهادئة والطابع ديالها التقليدي. كتعتبر المدينة مركزا للثقافة الجبلية، بحيث كتقام فيها مواسم واحتفالات كتعكس التراث المحلي، بحال المواسم الدينية والأسواق الأسبوعية اللي كتعج بالحياة وكتعرض منتجات المنطقة الطبيعية. تاونات ماشي فقط واحد البلاصة كيعيشوا فيها الناس، اللي هي واحد القصة كتنبض بالحياة، كتربط بين الماضي والحاضر، وكتحمل في تفاصيلها روح الأصالة المغربية اللي كتجسدها جبالها العالية وحقولها وسكانها. إذا كانت هذه الحلقة الأولى من برنامج مدن المغرب، اللي دوره الأساسي يعرف بمدن بلادنا العزيزة والغالية. نتلقاو في حلقة جديدة. كان معكم منير بن كبيرة.